بدا كيتشكل منها واحد الكائن من تراب ذو جسم عملاق كيشبه نوعا ما البشر، ولكن هو ضخم الجثه. بدا قلبي كيضرب بواحد السرعه لدرجه الخفقان ديال قلبي كيحرك لي الملابس ديالي، وانا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شكون انت؟ ورد عليا قائل: أنا غبار. واخيرا شفت السيده وقفات في الدخله ديال واحد الحي مضيق شويه، وحتى انا وقفت موراها كنتسنى اش غيوقع. سمعت واحد الصوت من مورايا عيط ليا من بعيد بسميتي. دورت وجهي ولكن ما لقيت حتى واحد، ومن رجعت نشوف في البلاصه اللي خليت فيها هذيك المره ما لقيتهاش في بلاصتها. ولكن هذه المره ما كنتش خايف كاع، حيت عرفت باللي هذا هو الحي المقصود في الحلم. بديت كنتمشى من الدخله ديال الحي وكنحسب في البواب كيف ما مذكور في الحلم، حتى وصلت للباب السابع. وقفت في بلاصتي والشتا كتصفق مني. غير شي دقائق قليله حسيت بواحد الهواء بارد ضربني في وجهي، وشفت شي حد جاي من الجهه الاخرى ديال الحي. بدا الشخص كيقرب والملامح ديالو كيوضاخ. كانت هي واخيرا يا ربي، واخيرا بعد هذا العناء الطويل. ما عرفتش علاش باش نوصل للخفاء كان خاصني ندوز من هاد الساعه كاملين. كانت جايه وهازه معاها مضل، وانا مازال في بلاصتي ومصدوم وغير كنشوف فيها. دزت من حدايا وتجاوزاتني وقالت السلام عليكم، وهي غير حاضره راسها بلا ما تشوف فيا. فاتتني بعده خطوات وانا كنقول مع راسي: ها انت لقيتي يا عبد الله، ولكن شنو المعمول دابا؟ واش نتبعها ولا كيفاش؟ حيت جناح في الحلم ما قالتش لي على هادشي. صافي في الاخر قررت نتبعها قبل ما تغبر من قدامي. حيدت صباطي اللي كان فازق بالشتا وقررت نتبعها حفيان. لقيتها يلاه بدات كتشير للطاكسي وركبات فيه، وانا مشيت بالزربه وركبت حداها من الباب الاخر. وقلت بلا ما نحس واخيرا قلتها بواحد الصوت اللي مسموع. شافت فيا باستغراب، وفي ديك اللحظه بقينا شحال وحنا كنشوفوا في بعضياتنا. وقلت لي: هذا انت؟ اكيد هذا انت عبد الله. ما يمكنش لي ننسى الشخص اللي وقف معايا. انا قبل ما نجاوبها قلت مع راسي: ما كنتش عارف ان نظره وحده من عينيك كانت غتكون كافيه باش تنسيني داك العذاب كامل اللي عشتو في هاد اليومين. ديك اللحظه قالت لي: ايه عبد الله، فين ساهي؟ قلت لها: علاش طريق الوصول ليك صعيب حتى لهاد الدرجه خفاء؟ وصلت ليك غير بشق الانفس. قالت لي: كيفاش؟ علاش انت كنتي كتقلب عليا ولا شنو؟ قلت لها: لا تلاقيت معك غير بالصدفه، ما بغيتش نعترف. حيت عاودت ليها كيفاش وصلت لعندها. الجنيه جناح ما غيعجبهاش الحال، حيت وصلتني واكدت لي انه هادشي بقى غير بيناتنا. بقات دايره بيناتنا الهضره في الطاكسي، وسولتها فين غبرتي خفاء وعلاش ما كتجاوبينيش، وهي تقول لي بلي عندها شي ظروف خاصه. ولكن هاد المره ما فارقش حتى خديت من عندها الرقم ديال الهاتف، وبقيت غادي معاها بداك الطاكسي بلا ما نعرف اين بلاصه غادي. بقى غادي بينا حتى طاح الظلام وهبطات خفاء في واحد الشارع. ولكن ما فارقش حتى اتفقت معاها نتلاقاو غدا، حيت بقى لي غير نهار واحد مازال وغتسالي العطله وغنرجع لخدمتي كاستاذ. صافي وافقات وسولتها واش كاين شي فندق قريب من هنايا. قالت لي: كاين واحد، ونعطات لي فين كاين. موراها تفارقنا، هي مشات من طريق وانا مشيت من طريق اخر. كنت بحال شي بوالي، كنت مش حفيان ومبهدل وكلي فازق من الشتا. دخلت للفندق والناس اللي خدامين تما بقاو كيشوفوا فيا باستحقار على الحاله اللي فيها. رجعت بحال شي متشرد، ما عطيتش الامر اهميه. مشيت خلصت وخديت المفاتيح ديال الغرفه ديالي، دخلت ليها وطحت طيحه وحده فوق السرير من كثره العيا والارهاق. ولكن في نفس الوقت كنت فرحان وكنقول بصوت عالي: شكرا لك يا جناح، شكرا لك بزاف. تكيت شويه وانا ما قاد تاني فرحه. دخلت دوشت باش نحيد العيا وطلبت الاكل اللي وصلني حتى للغرفه ديالي. كليت بالزربه غير باش نتشكى في بلاصتي ونهز الهاتف. كنت متشوق نهضر مع خفاء. صافي تكيت في بلاصتي وطفيت الضو ديال الغرفه كامله، خليت غير واحد الضو خفيف حدايا. حطيت التليفون فوق الطبله اللي كتكون جنب السرير. بين ما قاديت الغطا ديالي يلاه درت يدي باش نهز التليفون ونهضر مع خفاء. حسيت بواحد القوه خفيه ضربات يدي وطيحت لي الهاتف بقوه. طار من يدي بالجهد وتزدح مع الحال. بقيت غير متعجب من هادشي اللي واقع، حيت هادشي اللي واقع ماشي عادي بالمره. نط بالزربه شعلت الضو وهزيت التليفون، ولكن لقيتو تهرس وما بقاش باغي يشعل. جلست فوق السرير ديالي وبقيت شاد في راسي من شده الغضب، حيت بعد هاد العناء كامل وهاد الطريق كامله اللي ضربت باش نلقى خفاء، ها هو الوسيله الوحيده اللي نقدر نتواصل بها مع خفاء تهرس. اشنو غندير دابا؟ قال لي نهار واحد اللي هو غدا، ومستحيل يتصاوب لي هاد الهاتف في نهار واحد. وعاد انا مازال تابعني السفر غدا بالليل. طاحوا عليا بزاف ديال الافكار وخلاوني نزيد نتعصب، وبلا ما نحس عاود ضرب داك الهاتف مع الارض. بقيت غادي جاي في البيت بحال شي حمق. واش انا بعد هاد العناء كامل غنرجع بلا ما نشوف خفاء؟ بديت كنعيط: جناح خرجي باني ليا. علاش باغا تحمقيني يا جناح؟ علاش؟ عاونيني، انت راك عارفه شحال عانيت وداك الشيء كامل اللي دزت منه. ولكن ما جاني حتى شي رد. بقيت جالس وتنهدت واحد التنهيده اللي طويله، وقلت مع راسي: اللي دارها الله فيها الخير، واللي مكتبه ما عندها فين تهرب. سلمت امري لله ومشيت تكيت في بلاصتي، واخيرا استسلمت وداني النعاس من كثر التعب اللي كان فيا. وفي صباح بكري حليت عينيا على واحد الريحه اللي كنعرفها مزيان، كانت نبتت في العيون. بقيت كنشوف وكنحك عينيا باش نحيد الاثار ديال النعاس، حتى كتبان لي واحد القطعه من الثوب صغير ملوي فوق السرير ديالي. نت خديتو وعاود حطيتو بالزربه، حتى قلت بسم الله عاد حليتو، حيت الشكل ديالو داير بحال شي حجاب. لقيت في الداخل ديالو ورقه من نبتت في العيون مكتوب عليها واحد الرقم ديال الهاتف وكترافقو سميت خفاء.
طرت من الفرحه، كنت عارف بلي جناح غتساعدني وما غتخلاش عليا. وانا نقول مع راسي ولينا نتلقاو المساعده من الجن وما نتلقاوهاش من البشر. ويلاه بغيت نمشي ندوش باش نهبط نفطر، وانا لقيت جنب السرير ديالي واحد الحذاء جديد، وعرفت بلي جناح هي اللي كانت هنايا وبغات تساعدني. ولكن بلاتي الا كانت جناح بوحدها اللي كتزورني مره كيف قالت، اشنو هو داكشي الخفي اللي ضرب لي الهاتف ديالي من يدي البارح بديك القوه؟ المهم خليني من هادشي هذا دابا. مشيت دوشت وبدلت ولبست داك الحذاء الجديد اللي جابت لي جناح. صافي هبطت فطرت ومشيت خديت لي واحد الهاتف جديد. المهم دخلت داك الرقم اللي عطاتو لي جناح ودوزت المكالمه، واذا بالصوت ديال الخفاء كيجاوبني. هذا صوتها وانا كنعرفو مزيان. دويت معاها ودرنا نتلاقاو كيف ما اتفقنا. خرجنا تغدينا وتعرفنا على شي تفاصيل صغيره على بعضنا البعض. من بعد قالت لي بلي هي خدامه في الصيدليه ووالديها مازال عايشين، وعندها اختها توأم سميتها اسماء، وهما الوحيدات اللي عند والديهم. صافي الصراحه انا عجبتني خفاء، وحتى انا كنظن بلي عجبتها على ما بينات لي هي وصافي. راكم عارفين البنات واخا تعجبهم ما يبغوش يعترفوا لك دغيا. ديك اللحظه قلت لها خفاء انا غادي نصارحك، انت كتعجبني بزاف وانا ناوي المعقول ونجيك من الاخر. بغيت نتاخذك زوجه لي على سنه الله ورسوله. خفاء سكتات واحد شويه وهي تقول لي كنظن بلي تسرعت يا عبد الله، حنا مازال ما تعرفناش على بعضياتنا بزاف. قلت لها الصراحه انا واحد الشاب اللي ما عنديش ما تضيع الوقت في العلاقات. خفاء انا عجبتيني وقصدتك، واش فيها شي عيب؟ واصلا انا كيجيوني دوك العلاقات ديال الغرام وقوه الدخول والخروج غير كذوب، لان الحب الحقيقي كيكون غير في الحلال. المهم قالت لي خفاء اعطيني شويه ديال الوقت نفكر يا عبد الله. صافي دوزنا النهار مع بعضياتنا وحنا كنتمشاو في الشتا بحال شي عشاق. وفي الاخر قلت لها خفاء هذا هو الوقت خاصني نمشي، لانه عندي وليداتي كيتسناوني. في هذه اللحظه وجهها تبدل وقالت لي كيفاش؟ واش انت عندك وليدات؟ انت مزوج؟ انا كنت غير كنشوف فيها وكنضحك، وهي تقول لي ناري انت خائن. وزيدون انا ما بغيتش نكون مع راجل مزوج، عرفتي شنو غدير؟ بسلام عليك، غير ضيعتي ليا وقتي. ويلاه كانت غير الدور وتمشي بحالها، وانا نشد لها في يديها وقلت لها بلاتي واش بديتي كتغيري من دابا؟ بلا ما تخافي، راه وليداتي كنقصد بهم التلاميذ اللي كنقري، انا كنعتبرهم بحال وليداتي، فهمتي دابا؟ هنا خفاء عاد لقات واحد الابتسامه خفيفه وقالت لي راه انا ماشي غرت عليك، غير انا ما كنتحملش الغدر وصافي. ولا كان هكاك مزيان. كنتمنى لك داك السلامه عبد الله وحد موفق، وبيناتنا الهاتف ومن توصل ما تنساش تطمئني عليك. قلت لها صافي لا صافي غنتصل بك كوني هانيه. صافي ودعنا بعضنا ومشيت انا للفندق جمعت الاغراض ديالي، ومن بعد توجهت مباشره لمحطه القطار مع غروب الشمس. وكان عاوتاني نفس القطار اللي جيت فيه المره الفايته. اشهد الصدفه، ولكن واقيلا بلا ما نخاف ما غيطرا والو ثاني في هذا القطار المسؤول. واول ما طلعت القطار دزت من حدا المقعد رقم 11 وتفكرت داك الشيباني ودوك الاحداث كامله اللي طراو ليا في هذا القطار المسؤول. ولاحظت بلي المقعد 11 و12 حتى واحد ما جالس فيهم، رغم انهم من البلايص الاماميين المحبوبه عند الجميع. بحال هاد المقاعد المنحوسه كتسناني عاوتاني ان داك الشيباني تنجيو، ولكن حتى انا ما بغيتش نجلس فيهم. مشيت هاد المره جلست حدا واحد الشاب اللي كيبان عليه ظريف. المهم جلست حتى وقلت ليه السلام، رد عليا السلام بلا ما يشوف فيا. كان ملاهي في القراءه ديال واحد الكتاب اللي كيبان من النوع القديم. جلست حداه وهو كان كيقرا ومركز في اي سطر كيقراه. حتى ملي طفى سائق الضوء ديال القطار باش الناس يرتاحوا اللي بغى ينعس، لاحظت انه داك الشاب شعل الضوء في تليفونه وكمل القرايه، وكان كيبان عليه بحال الا كان ضروري انه يكمل القرايه. هضرت معاه وقلت ليه اسمح لي، نصيحه مني ليك، راه غتخرج على عيني، راه واخا نضوي التليفون ولكن عينيك غتحملهم فوق طاقتهم. جاوبني داك الشاب وقال لي راه ضروري نقرا هذا الكتاب ونكملو، وهو حاضر عينيه بلا ما يشوف فيا. قلت ليه انا واش عندك شي امتحان وضروري تحفظ ليه لدرجه انك كتقرا بالظلام ولا كيفاش؟ قال لي الصراحه بيني وبينك بغيت نقرا هذا الكتاب باش نلقى واحد الطلسم اللي غنحتاجو باش نستحضر به واحد الجن. انا وقفت في بلاصتي وقلت لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اش هادشي كدير؟ قال لي الشاب ما تخافش انا ماشي ساحر. قلت له صاحبي ما تفضحناش وضرب بشويه. رجعت جلست في بلاصتي وقلت ليه شكون انت؟ قال لي انا واحد الشاب اللي عادي بحالي بحالك، بقيت كنشوف فيه وقلت ليه واش انت انس ولا جن؟ وهو يضحك وقال لي انا من الانس. مالك خواف صاحبي ولا سولتي سؤال بحال هكا؟ قلت ليه انا ماشي خواف. عاود لي اش هادشي كدير فيه؟ راك غتدخل راسك في شي حاجه لا تحمد عقباها. قال لي داك الشاب لا ما تخافش. قلت ليه راه انت اللي خاصك تخاف اللي باغي تستحضر جن. وهو يقول لي داك الشاب لا صاحبي راه الجن اللي غنستحضر راه جن مسالم كيعاونني والصديق ديالي من الفوق. انا استغربت وقلت ليه كيفاش هادشي اللي كتقول فيه دابا؟ قال لي الشاب انا الصراحه عزيز عليا المطالعه ونقرا الكتب والروايات القديمه، وانا راه كاتب مشهور من الفوق. قلت لي انت كاتب؟ اللهم بارك، راك انسان واعي زعما، اش غدير بهاد الشبهات وهاد الجهل اللي غادي عليه؟ قال لي انا كاتب وكنت كنعشق نقرا الروايات، ومن كثره حبي القصص قررت انني واحد النهار حتى انا غنولي كاتب وبديت في المسيره ديالي. بديت كنكتب الكتب اللي متعلقه بالدين، وكنكتب قصص رومانسيه، وكنكتب حتى قصص ديال الاطفال، وعزيز عليا نكتب هذا الصنف هذا من الكتب. ولكن واحد المره قررت وقلت مع راسي علاش ما نبدلش وندير الجديد ونكتب قصه على العالم الاخر. واخا قلت مع راسي محال واش غتلقى نجاح بحال الكتب الاخرين، ولكن صافي توكلت على الله وبديت كنكتب في واحد القصه على الشياطين والجن بلا ما تكون عندي شي فكره على العالم ديالو.
بديت كنكتب القصص من الخيال ديالي، وحتى الاسماء ديال الجيل اللي كنذكرهم في القصص اللي كنكتب حتى هما كنخترعهم من راسي. كنبقى كنخربق في الكلمات وكنستخرج منهم اسماء ديال الجن اللي كنستخدمهم في التسميه ديال الشخصيات. وبالعكس فرحت بزاف ملي تلقى هاد الصنف من الروايات على العالم الاخر نجح اكثر من القصص اللي كنت كنكتبها من قبل. حتى لواحد النهار كيف العاده مشيت لفوق واحد التله اللي كانت حدا الجبل اللي قريب المنزل ديالي، حيت تما كان المكان المفضل عندي ملي كنبغي نكتب القصص. وباقي كنعقل داك النهار كنت ذكرت واحد الجني في القصه اللي كنكتب، وبديت كنفكر مع راسي باش غنسمي هذا الجني. وكيف العاده بديت كنخربق في الحروف، وغير نطقتهم على لساني وخرجوا داك الحروف من فمي حسيت بواحد العاصفه وناض زوبعه رمليه تما خربقات الجو كامل والمكان. الكتاب اللي كنت كنكتب فيه طار مع العجاج ديال العاصفه. بقيت متعجب من هذا الشيء اللي طاري، وهنا بدات ديك الزوبعه الرمليه كتقلص، وديك الرمال ديال ديك العاصفه بدا كيتشكل منها واحد الكائن من تراب ذو جسم عملاق كيشبه نوعا من البشر، ولكن هو ضخم الجثه. بدا قلبي كيضرب بواحد السرعه لدرجه الخفقان ديال قلبي كيحرك لي الملابس ديالي، وانا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شكون انت؟ ورد علي قائل: أنا غبار.